ما زلت سألتنا الفنانين كلمتهم؟ كل شيء جاهز، قد جهزت لك 3 فنانين يحرقوا الدنيا حريق. سابر يا قلب اخوك، قاعد انا اشتي منك خدمه. انت عمر يا اخي قصي وانا خدامك ما بنفسك. اشتي اقوى تهنئه من المشاهير كلهم. بين اقول مدري ما قد جيتي، اما هذا قد انا مجهز لك بدون ما تتكلم. لو عادك تيجي تهنئ محمد رمضان وتامر حسني بخليهم ينفعوا لك ولا تقلق. انا في دارك تحرجني يا اخي، فعلا من بعده رجال ما يطرح قاع. مساء الخير يا قصي. كيف حالك؟ مساء النور والعافيه، انا الحمد لله بخير، وانت كيف حالك؟ الحمد لله على كل حال. قل لي يا ولدي، أين أبوك؟ أبي الحمد لله بخير، هو في المجلس أو تشتي تكلمه؟ بس كنت أشي أكلمه لكن تلفوني مغلق، وعلى العموم كلمه أنت. ابشر، ايش اقول له؟ قول لك العمي علي نسير له عنده غضوض ضروري. خلاص حاضر ابشر، ما زيد اقول له. ولا شي سلامتك. المهم قول لك تجو غضوض له عندي ضروري، وأنت معه؟ حاضر. يلا يلا مع السلامة، تصبح على خير. حيا الله من جاء ولا وسهلا. الله يحييك ويبقيك يا حج علي. حياكم الله. قل لي كيف انت اخبارك؟ الحمد لله في خير وستر من الله سبحانه وتعالى. الحمد لله. وقل لي كيف ندى اخبارها، ايش اخبارها؟ ندى نحمد الله على كل حال. ابرد لك من ندى، قل لي انت كيف انت؟ كيف احوالك؟ وينك مغيب ليه؟ كل ما اتصل بك بالتلفون تلفونك مغلق. والله يا حج علي هاني في الدنيا هذه قلب بدالها ما يجي الموت. لا والله صدقت. وانت يا ابو سيد كيف انت؟ ما بتسوي هذا ليها؟ الحمد لله يا عم، دراسة وشغل في المحل وهكذا. الله يوفقك الله يوفقك. المهم علومك يا حج علي، ما هو الموضوع اللي دعيتنا تكلمنا عليه؟ صلينا على رسول الله وآله. اللهم صل وسلم عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين. اسمع يا ولدي، الزواج قسمه نصيب، والإنسان ما ياخذ إلا نصيبه أي ماله. وشهد الله أنني ما عاد ألقى رجال لبنتي مثل قصي، وحتى نسبتكم أمان إني ترفع الرأس. وانت كذلك يا عم، نسبتك فخر وترفع الرأس. بس يا ولدي ورجاء لا تزعل مني أنت وأبوك، لا تزعلوا مني أنا عند الله وعندكم. ما عبش لكم نصيب في بنتي، وبنسخ الخطوبة. وأنت الله يوفقك يا ولدي ويسخر لك بنت على قدر نيتك، وما هو لكم عندنا من حق الخطوبة وأي حاجة إحنا مستعدين نرجعه وزيادة. خير يا حج علي، ليش هذا الكلام؟ أو حصل مننا شيء يزعلك؟ أو سمعت عننا كلام مشوت هنا؟ لو زعلناك بشيء احنا مستعدين نهجي لك ونحكمك. لو عقل لك ابني قصي انا امامك وارضيك. لا والله يا ابو قصي، لا والله يا ابو قصي، ما بسلنا منكم لا كل خير. بس ايش يا عم علي؟ البنت يا ولدي ما عاد تناسبك. ندى ما عاد ندى حق اول. كيف مش مناسبة؟ الصح يا اخي اشبه. بنتي ندى قرحت تبت الغاز في وشه. ايوه وبعده؟ ما عاد بنتي هذه تعرفوها تغير وشها كله. حسبي الله ونعم الوكيل. الحمد لله على سلامة البنت. بعدين الله المستعان يا حج علي، الله المستعان. يعني احنا اخر الناس نعرف، واحنا اخر الناس الذين ندرى. يا اخي ما اقول لك، ما زيد قدرت شكل البحد وازيد قدرت الحق عاد، ما اقول لهم بنتي سوات. المهم انا ماشي تفرض بنتي على حد وياها كذا، وانت بسل ابنك بنت على ما يشتي. الله يوفقكم. لا تقول هكذا يا حج علي ولا شيء. ندى بنتي مثل ما قصي ابني، أصير أعالجها لو يطلع علاجها بمليون دولار. المشكلة علاجها مكلف، وما عاد تعالج أنا، ما عاد تعالج إلا في الخارج.
ومش يتذكر على حد يعالج شيء، وحتى لو عالجناها يمكن ما ترجع ساعة أول. خلاص يا أخي ممكن تخلينا نمس الندى. أكيد لازم تشوف هو يقتنعوا ويقتنع أيضا قزي. يا ندى ندى يا بنت صلى الله عليه وسلم كل شيء حسب كل شيء. ما رجع ما سوي. سار الشر سار الشر ما بشي سار الشر حصل خير حصل خير. أنا ما أدري يا أبو سعيد، البنت عادي متوترة ومستحية وخجولة. ولا عليك ولا يدخل في بالك. هيا بصرتها يا قصي؟ ايوه بصرتها. هذا الشيء زوج بقى وقدي هكذا؟ مالك ساكت؟ تكلم. اسمعني يا حج علي. اسلم يا ابو قصي. قصي ابني وندى بنتي، والذي حصل لها مكتوب ومقدر من رب العالمين. وشل لها مني كلمة: علي الحرم من حلالي ونصيبي، ما تدخل المرأة غيرها، والعرس بعد 3 شهور على ما حددنا. واحنا ما خطبنا ندى علشان جمالها ولا علشان صورتها، احنا خطبناها علشان ادبها واخلاقها وعلشان سمعة ابوها الذي مثل الذهب. ونعم بك يا ابو قصي. بس الشيء لا بس ولا حاجة، انتهى الموضوع، والعرس بعد 3 شهور. نستأذنك يا اخي. قوم يا ولي. ولا عسير وانت زنت غتا جمعة. اكرمك الله، عد معانا شوية عمل، المهم متواصلين على خير. خاطرك. في امانه، الله يجعل في ذلك الخير والبركة. الله يجعل في ذلك الخير والبركة. وبنتي ندى الله يسعدها دنيا واخره. بغير جنان، شكلك تفقدت عقلك، كيف تزوج ابنك الوحيد بواحدة هكذا؟ لا بعقلي، وقصي ما يتزوج الا ندى. الله ما طولش يا روح، كيف تزوج ابنك الوحيد بواحد محرق مشوه؟ ما يقولوا علينا الناس. يقولوا ايش ما قالوا، قصي ابني الوحيد وانا داري مصلحته. ها حنو ابنك الوحيد اتزوج بواحد مشوهة؟ ندى ما هيش مشوهة، الجمال جمال الروح، ما مشوه الذي يقول هذا الكلام. وبعدين هذا قدر ومكتوب من الله. مقدر ومكتوب ما قلنا شيء، والله يعوضها برجال ثاني. اخليني يا ابن الناس ارسل لابني واحدة يستضيع عمر معاها. حطي نفسك مكانها، ترضي على نفسك ان انا اتركش واشوف غيرش لو حصل ليش اللي حصل لها. ماشي، بس ما ذنب ابني يتزوج بواحد محروقة تكبده وتعقده وعادوا في عز شبابه. وهي ما ذنبها اذا ابتلاها الله بهذا الشيء؟ نزيد نعقدها وندخلها في حالة نفسية بدل ما نوقف معاها، بعدين يمكن يكون فيها الخير احسن من غيرها. والله ما هي سابري يتزوجها قصي. قوة يا محمد انا افتالك. خرجت مني كلمة، وما هوش محمد حسين الذي غير كلامه. في غير كلمة، ما عاد زوجهاش يعني ما عاد زوجها. حمامي انا اديت كلمة وما بعد كلامي، قومي من قدامي. حاضر. وانا ما عاد اتزوجها شابه. ايش ما سمعت. يد الكلام.
ما عاد اتزوجهاش. منيح نقد معي يا ولدي كسر كلامي. مش تيجي اكسر كلامك يابا، بس انت الذي تسرعت وحلفت ما اتزوج الا ندى، وهذه حياتي وانا اللي بعيشها. وانت قلتها، انا ايش؟ حلفت. يعني ايش ما عاد اتزوج الا ندى. انصرف من قدامي. سامحني يابا، ماش اقدرش اعيش معها وهي هكذا. انا محمد حسين الذي ما اكتسبت لك كلمة عند كم من راس وكم من شنب، يجي ولدي الذي من صلبي ويكسر كلامي؟ ما عادش تيجي تتزوج، كرهت الزواج، واذا انت متعاطف معها وراح من هذه المحرقه اتزوج بها انت. أتزوج المحرقة؟ شئت أم أبيت، مش تشاهد كلامي. صرف من قدامك. يابا قلت لك ما عاد شيش اتزوج، مش تيش. يا بنتي أنا عند الله وعندك، هذا الكلام ما ينفع، ما ينفع الكلام هذا. الرجال قد حرم وضلق من حلاله إنه ما عاد لكم ما تتزوجوا وتم العرس، ما ينفع تكسر كلامي يا بنتي أنا عند الله وعندك. يابا هو ما حلفش علشاني، وما غير استحاء على سبيل لا نقولش إنه ما عاد يقبلوا بيش ولا يشتوني وأنا بهذا الشكل. يا بنتي افهمي أنا عند الله وعندك، إحنا كلمناهم وصارحناهم وبرينا ذمتنا أمام الله، لا غشيناهم ولا خدعناهم. بس يابا حتى أنا مشيش أتزوج وأنا هكذا. يا بنتي مش وإحنا ذي مصرين على إن إحنا نتزوج، هم طلبوا وعيب إن إحنا نكسر كلامهم. بس يابا أنا مشيش قصي ولا أهلي يرجعوا يعايروني، ولا يرجع يمن علي قصي إنه قبل بي وأنا هكذا. مستحيل يا بنتي إنهم يعاملوش هذا المعامل، بالعكس يعاملوش معاملة طيبة وأفضل معاملة، خاصة أبو قصي وأسرته ناس طيبين وقبائل يعرفوا القبيلة ورثوا. ليش يابا ليش؟ تعرف إني بتزوج ندى، إذا هي حرقت ما ذنبي يتزوج بها هكذا؟ من حقي أتزوج مرأة حالية تسعدني، إيش محرقة؟ خل اسمعني يا ولدي، وشك تفهم كلامي؟ ما هو يابا؟ أنت شفت يا ولدي ندى لما دخلت تقرب العصير كيف كانت منكسرة ومستحية؟ أيوة شفتها. حرام يا ولدي نزيد نكسرها ونعقدها، يعلم الله كيف حالتها بسبب اللي حصل لها. بس يابا من حقي أتزوج مرأة حالية مثل الناس كلهم. أيوة من حقك، بس يا عيبة لو نتركها وهي بهذا الوضع. ليش يابا؟ عادها خطبة، لا قد عقدنا ولا تزوجنا، لو قد مرتي سهل. كسر الخواطر صعب يا ولدي، في ناس ما يقدروا يتحملوا، وأنا يا ولدي ربيتك على القبيلة والأصول، والقبيلة تقول إنك ما تترك إنسان في محنته، بالعكس توقف معه. يابا إيش حيقولوا علي الناس لما يبصروها هكذا؟ من هم كلام الناس ما فلح، وما يتكلم عليك إلا إنسان ناقص ومعيوب، أما الإنسان الأصيل بترتفع في نظره ويفتخر فيك لأنك فعلت موقف إنساني. شوف يا ولدي ما فيش رجال إلا ويتمنى مرأة جميلة، بس الجمال الحقيقي هو جمال الروح. كم من روح تخلي صاحبها أجمل شخص ومحبوب عند الناس كلهم. وش فايدة تشوف لك أحلى بنت وتطلع لك مرة لا حق عشره ولا حياة زوجية تنكد عليك عيشتك، وندى أنا بين أشوف فيها الخير ويمكن تتوفق بسببها. بس يابا والله ما دريت كيف، مدري تزوجها يا ولدي، وبعد فترة لو ما اقتنعت وارتحت معاها أنا أزوجك الثانية والثالثة، المهم إنك ما تترك ندى. عادك طايش يا ولدي وما قد فهمت الحياة، بس الدنيا بتعلمك أشياء كثيرة وبتفهم كلامي وتستوعبها. المهم يا ولدي مع درب الخير، لا تجلس تفكر وقوم ارقد، تصبح على خير. أنت من أهلك.
وبتتزوجي يا ندى وانتي هكذا مشوهة؟ ايش بقى يقولوا الناس عليا؟ وكيف بيعيش قصي معي وانا هكذا؟ بيتقبلني كزوجة وانا بهذه الصورة؟ يا قصي، لولا حبي لك ما كنت ارضى اتزوجك، لا انت ولا غيرك. مشيش احد يرجع يعايرني بشكلي. وليش ما عاد تشفع العرس؟ هكذا نفعل عرس ما بش حاجة تكلف. بس انت ولد الوحيد، الشيخ يفرح بك واحتفل بك وفعل لك احلى عرس، كيف ما تفعل شي عرس؟ ما تفرح بي ولا شيء، نفعل عرس حنا ضمان وبالاخر تدخل محرقة كدوسك تخرج. راحتك الله معك. السلام عليكم. وعليكم السلام. ارحب يا ابو قصي ارحب. بقيت يا حج علي، كيف حالك؟ نحمد الله ونشكره. وانت كيف انت وكيف قصي؟ والله لح الحمد في نعمه وعافيه. خير امرني ما تشتي. اسمعني يا حج علي، اشتيك تحرك عرس هذا الشهر. ليش؟ انت قلت بعد 3 الشهر. لا خلاص ماشي، غيرت رايي، اشتي عرس هذا الشهر مستعجل وباجي بكره ان شاء الله ادفع لك النهر. على ضوء والذي تشوفه انت مناسب انا بعدك. يلا في امان الله، متواصلين على خير، مع السلامه. قوم يا ولدي عند مرتك، قوم. عيب ما يصبرش، قوم عند مرتك. وين هتصير يا قصي؟ معي عمل. ومتى ترجع؟ مش عارف، كما خلصت عملي ارجع. ايش من عمل هذا وعليك عريس؟ بدأنا التحقيقات من اول يوم. صباح الخير يما. يا صباح الورد، هي وين عيسير ابني من الصبح؟ معايا مشوار على عمل انا ورفيق ونرجع. سابر الله يوفقك. ما عاد تستمدي اسمعي. سلامة قلبك، تجي بالسلامة يا قلبي، الله يكون معك. يلا خاطرك. في امان الله. صباح الخير يا عمه. يا صباح النور والعافية. قد ايه ساعة شيخة مسمي؟ لا ما بش داعي، هذه انتي عروسة. عادتيش شي حاجة ولا شيء؟ ولا شيء، سلامتش، ادخلي غرفتش وحافظي على جمالش وبرستيجش عشان لا يخرب. بعد 6 أشهر من يوم تزوجت وما حسيت ولو لحظة واحدة بفرحة البنت عندما تعيش مع فارس أحلامها. 6 أشهر وكأنني في سجن مظلم، ما حسيت إني مع زوجي يهتم بي ويحسسني إني زوجته وشريكة حياته.
اهتم بتفاصيله وبالأيام المفضلة عنده. حاولت أنسيه الجزء المشوه من وجهي بالاهتمام، ولكن لا فائدة. ايش هذا؟ مش انت عارف ايش اليوم؟ لا. اليوم عيد ميلاد اغلى واعز انسان بالدنيا. كل سنه وانت طيب ان شاء الله. تسلمي وانت بألف خير. من هتصير؟ بصير عند الخبراء معي عمل. ايش من عمل؟ اقل حاجه جاملني. وانا ما قلت تسلمين، نرجع ونتجابر خاطرش. لم أسلم من تصرفات عمتي وكلامها الجارح الذي يتردد علي كل يوم. يا فلت الذي في يدش واختار جري الذي الذي كنت صبنت وضعي ضحايا في الجبع. حاضر بسر البرقع والبسه واطلع. مش ضروري تتبرقعي، ردي غلط طرحة على وشش وغطي ذا الجمال اليوسفي لحد نعميش. هي أصير عرس بنت جارتنا فوزية، أشتري لها هدية بسيطة والباقي لي مصاريف ومواصلات. حاضر تمام، مش اللي ندام 10 صلاه تخرج تغير جو. يو ما أناش مجنونة أشيلها معي، تخزي بيبي قدام النسوان يضحكن عليا يقولن يو معاها مرت ابن محرقة، معاها مرت ابن محرقة. احنا في مجتمع ما بيعاملوش الشخص بجمالها الداخلي، لكن بالمظاهر والجمال الزائل المزيف وجمال الشكل والمنظر. ايوه ايوه يا عم. وينو قصي يا بنتي؟ قصي راقد. سابر يلا تصبحي على خير. وانت من اهله. قصي مالك هكذا مطنن؟ قصي ليش بتعاملوني هكذا؟ هي معاملة يا قمر. انت خبر. تمام خير، احنا اسف. انا عارفة يا قصي ان انت مش انت مقتنع بي ولا تشتيني، وانا عارفة ان ابوك هو الذي غصبك تتزوجني. انا ما فرضتش نفسي عليك ولا غصبتك تتزوجني، قد قلنا لكم افسخوا الخطوبة وانتوا الذي ما رضيتوش. ما ازدح انت بهذا الكلام. لو سمحت يا قصي طلقني. قومي ارقدي الهبالة. ربي ابتلاني وجهي يحرق. الحمد لله على كل حال، لكن لا تخلونيش اسخط على قدر الله بسبب تصرفاتكم معي. ولا دهشي، انت لا تزيدي الوسوسة بس وكل شيء عيصبر. انا حبيتك من داخل قلبي، وبين احاول ان انا اسوي المستحيل علشان ارضيك وارضي امك،
بس انتم مش راضيين تتقبلوني. حسبنا الله ونعم الوكيل. انا شاقوم اشيل لذاتي، وبكره الصبح بزني بيت اهلي ودي ورقتي. ما عاد شيء افرض نفسي على حد، وانت الله يوفقك. ندى، وين عسير يا بنتي؟ شو أصير بيت أهلي يا عم؟ سامحني. خير، ما تزعلش. حد زعلك بشي؟ ولا شي يا عم، بس أنا قد صبرت 6 أشهر وصبرت ما فيها الكفاية، ما عادش أقدرش أتحمل كلام عمتي وابنك أكثر. حبيش عليا يا بنتي. يجلسي ومالش لا ما يرضيش. خلاص يا عم أنا في بالك، لا عزيز تكسرني أكثر ما أنا مكسورة. قلت لي 6 أشهر يا عم وأنا متحملة، وكل يوم بنسمع كلام أكثر وأكثر. أنا خلاص شارحني وقصي الله يوفقك. أي قصي مالك؟ خير يا دكتور. خير يا دكتور، خير يا دكتور، قول لنا ايش فيه؟ للأسف ابنكم وظائف الكلى عنده مرتفعة. ما هو؟ كيف يعني أن عنده فشل كلوي حاد. الحل انه نبدا له جلسات الغسيل الكلوي، ممكن يستمر على الغسيل مدى الحياه، او اذا عندكم امكانيات ممكن زراعه الكلى، هي الحل الامثل والانسب. انا اصبر على ولدك اليتيم. وانا يما يابا، الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة يا ابني يا قصير، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يابا. الله يشافيك يا ولدي ولا يلوي لك شر. وين ندى ليش ما جيت معاكم؟ موجودة لا تقلق. قم بالسلامة وبعدها سهل. كيف مش وقته؟ مرتي تفلتني وانا مريض، قلت لك يا باه ما بش فيها خير. مش وقت الكلام هذا يا ولدي، بعدين ما تقدرش تقول عليها هكذا، في عتجي. انا يما قلت لبي مشتيهاش، وشوفي كيف تغطي فضحاء في مرضي، ما جلست حتى معاكم. يعني وصلت تعرفني مرتك؟ أنا أقول لك إني كمان الروح ما بيروح وانا جيتك بأحلى روح، وفا طيباه ما راح ممنوح يخلينا. ندى هي اللي تبرعت لك بكليتها. مروي متبرع ثاني. أنا ايش أتبرع بكليتي؟ هذا زوجي وشريك حياتي، أنا ايش أتبرع له بكليتي؟ عشقتك موت يا عمري، وعشقك في دمسني، ولكن حالي المزي معاك أصلا من الأول. صحيح البعد يقتلني ولكن روح واتركني، ولا تجلس تجاملني، وقلبك من وجودي ما
معلش انا وابني، والله ما توقعنا ان انت هكذا بنت اصل. سهل يا عمه ولا عملتي شيء، سامحيني انتي لو انا غثيتش بغير قصد، انتي مثل امي. والله ما غثيتينا ولا شيء، ما غثيناش الا انا وابني وجرحناش. امان سامحينا نفترش. اسمعيني يا بنتي، بحق ما سويتي هكذا مع ابني قصي وانقذتيه من الموت، وانا عهدا علي امام الله وامامكم اني لا افعلش عملية تجميل لو تطلع تكلفتها $1,000,000، وابع ما فوقي وما تحتي. من هذا الموضوع يابا قد فرجت. كيف؟ ندبها ترجع مثل اول واحسن. يعني ما فهمتش، فهمني. الدكتور الذي فعل لنا العملية قال يعرف دكتور تجميل ممتاز. الله يحفظك يا دكتور. طيب وبالنسبة للتكاليف كيف؟ بالنسبة للتكاليف لا تقلق ولا تهم، أنا بتصل للدكتور وبكلمه، الدكتور طبعا صاحبي، وبكلمه وبحاول معه إنه يخفض لكم 50%. ايوه يا ابني. وقال بيكلمه يفعل لنا عملية بنص المبلغ وزيد بالتقسيط. طيب يا ابني انا خايف ان الدكتور هذا يزيد العب وش. يمه قالوا خريج ألمانيا وقد فعل عملية أصعب منهن ونجحي. يا رب. على بركة الله، ليش منتظرين؟ اتصل له قول له يلا نفعل العملية سريع. السلام عليكم. تمت العملية بنجاح الحمد لله. ايش؟ تمت العملية بنجاح. اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد. ممكن ندخل نشوف يا دكتور؟ لا يا عمي، ممنوع الدخول لأن عدم مربوطة بشاش. تحتاج إلى الفترة هذه ال10 أيام مرهم وعلاجات إن شاء الله وتكون ترجع الطبيعة على ما كانت إن شاء الله طبيعي. ترجع أحسن من ولادك. إن شاء الله بإذن الله. اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد يا الله. اللهم لك الحمد يا الله. ندى ابكي يا بنتي، ماذا الحين ابكي وانت رافعه راسك؟ هذه ندى. ايوه الندى. يا ربي لك الحمد. يا ربي لك الحمد. الحمد لله على سلامتك. الحمد لله على سلامتك. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. الله يحفظك يا باوي يطول بعمرك. هي صدقت كلامي يا ولدي، إن الجمال جمال الروح، وأنت كسبت جمال الصورة والروح. إي والله صدقت يا أبا. طيبة مراحم النور